لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا وزير التجارة والصناعة في حكومة الفترة الانتقالية الأولى مدني عباس مدني القوى المدنية للتصدي وإحياء مطالب الحكم المدني والديمقراطي. وجاء منشور مدني عباس مدني على حسابه الشخصي في الفيسبوك بالتزامن مع انتشار عسكري في العاصمة السودانية. زادت حدته صباح اليوم الأربعاء قبيل ساعات من الذكرى الرابعة للسادس من نيسان إبريل إلى جانب شبه الانهيار الذي يلازم العملية السياسية بين قوى الإطار والمكون العسكري. دعا الوزير بالحكومة الانتقالية الأولى القوى المدنية إلى تصعيد مطالب الديمقراطية والحكم المدني لتفادي الحرب الأهلية. وقال مدني عباس أن الحشد العسكري ووضع البلاد على حافة الحرب لن يجعل إصرار السودانيين على التحول الديمقراطي يتراجع، مضيفا أن التاريخ يكتب وسيحاسب الشعب القادة الذين جعلوا أحلامهم بالتسلط أكثر أهمية من استقرار البلد وتطوره على حد قوله. وأردف لن تخلق الحرب أو التلويح بها التفافا حول العسكريين الذين يغلب انتمائهم للحركة الإسلامية على العقيدة الوطنية ولن تعيد تنظيمهم للحكم بل ستقودهم إلى المصير الأسود الذي تحقونه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.